اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. معكم ولاء ودي قناه كيكات وحلويات. النهارده هنعمل تورتتين. بس اقول لكم على نوع المحسن ده، محسن سوبر جيل اللي هو بيبقى فيه ازرق من تحت، من كواليتي. فيه نوع تاني اللي هو بيبقى فيه اورنج من تحت، ده لونه برتقاني كده. ده اشد شويه، يعني هما نوعين. ده ممكن يبقى فرق في الجزيرة 50 جنيه، بس ده اقوى. للناس اللي بتشتغل بكواليتي زي كده برضو، عشان تبقى واخدة بالها ان في نوعين من المحسن في شركة كواليتي. هنعمل النهاردة اسبونش 2 بيضة، وهنعمل صاجين. الصاجين دول هيطلعوا لنا تورتين، وتعالى اقول لكم هيوفر معاكم قد ايه. اول حاجة انا حطيت 150 جرام من الدقيق، وحطيت بيضتين حجم البيض كبير، وحطيت 75 جرام من السكر، ومعلقة محسن 20 جرام، وحطيت 75 جرام من المية والبيكنج باودر. طبعا لو هنعمل صاج، طبعا يعني عشان ما كانش عندي خل فحطيت ما كانش عندي فانيليا، فحطيت شوية من الخل علشان الزفارة. هبص كده، ال75 جرام من المية حوالي كوباية الا ربع. تمام. ضربت كل المكونات دي على سرعة، وهقول لكم تاني احنا عملنا ايه. حطيت 150 جرام من الدقيق، معلقتين كبار من الكاكاو. في الصاج التاني هتشيلي معلقتين من الدقيق، تحطي بدلهم معلقتين من الكاكاو. يعني الفرق ان احنا في اخر مرحلة كده في الصاج اللي هو شوكولاتة بنشيل معلقتين من الدقيق في اول العجن، وبنحط بدلهم معلقتين من الكاكاو. حطيت 150 جرام من الدقيق، 75 جرام من السكر، كوباية الا ربع من المية 75 جرام، رشة الفانيليا او معلقة خل. واهم حاجة يكون حجم البيض كبير. طب انت البيض عندك صغير يبقى تحط 3 بيضات. والمحسن وزنه 20 جرام، وهسيب لكم كل المقادير في صندوق الوصف. بضرب كده المكونات كلها على اعلى سرعه لمده حوالي 3 دقايق، على حسب برضو قوه العجان عندك. وطبعا بتديله تقليبه كده قبل ما تفرديه في الصاج. عملت صاجين، صاج فانيليا، وصاج تاني شوكولاته. بزود معلقتين الكاكاو في اخر مرحله في العجن كده علشان يحافظ لي على الكميه. هفرد الصاج وهخبزه على درجه حراره 200. لو الفرن كهربا بشغل فوق وتحت. لو الفرن غاز يبقى على درجة حرارة 180، اللي هي يعني أقل من العالي وأعلى من الهادي، يعني الدرجة اللي هي بتبقى وسط. ده في الصاج. هفرده كده وهعمل الصاج التاني، والصاج اللي احنا شغالين فيه اللي هو 27 في 37. لازم تعرفي يعني الصاج بتاعك حجمه قد ايه، علشان تعرفي هيطلع لك قد ايه في الاسبونج لو هتعملي عروض. انا النهارده اشتغلت في الصاج الصغير لان انا محتاجه تورتتين، تورته مربعه مقاس 20، وتورته مدوره مقاس 20. فهقول لكم دلوقتي احنا عملنا ايه بالصاجين دول. اهو فردت كده كل الاسبونج. بصوا، سويته كويس، وهدخله بقى ايه يتخبز زي ما قلت لكم. هعمل الصاج التاني بنفس المقادير، بس هزود معلقتين من الكاكاو في اخر مرحله. طبعا انا في الاول بشيل معلقتين من الدقيق، وانا بخبز بعجن الاسبونشات، وفي اخر مرحله ببقى عارفه ان انا احط بدلهم كاكاو. ده الصاج اهو بعد ما اتخبز وسبته برد. هبتدي بقى اقلبه كده على ورق خبز، او عشان ما يلزقش في الرخامه او في الترابيزه او في الحاجه اللي انا بشتغل بيها. وطبعا القلبه دي وهو لسه دافي كده بيخلي الوش يتقشر معايا بكل سهوله، مش محتاجه اقشره. يعني الوش بيلزق في الورق، فلما باجي اعدله كده بيبقى خلاص تمام، مش محتاجه ان انا اقشره ولا حاجه. بصوا اهو خدت كده المقاس اللي هو مقاس 20، وهبتدي اقسم السبونج بتاعي. انا محتاجة 3 شرايح، كل شريحة 10 سنتي في كام، في 20 طول. يعني 10 لان هاخد 3 من الفانيليا و3 من الشوكولاتة. والناحية التانية هاخد 3 طبقات من الفانيليا المدور برضو، عشان هعمل تورتاية مقاس 20 مدورة. فكده اهو ده كده المقاس بتاعي بالظبط، عشان يطلع لي 3 شرايح مقاس 20 في 10. وهعمل الصاج تاني بنفس الطريقة. خدت برضو الطول مقاس 20، والعرض 10، والناحية التانية اللي فضل بين الاسبونج اهو يعني هقيس بنفس اللي انا عملته. بصوا
هعمل نفس اللي انا عملته في الصاج الاولاني، وهاخد برضو 3 طبقات من السبونج التاني. هاخد 3 طبقات من الشوكولاته عشان يطلع لي كده ايه التورتيه التانية. والزيادات دي خلاص كده ممكن تعمليها كبات او ممكن تعمليها اي حاجه بقى. جبت البورد بتاعتي مقاس 25 في 25، وهبتدي احط طبقه من الفانيليا على طبقه جنبها طبقه من الشوكولاته. لما بحطهم الاتنين جنب بعض كده بتديني المقاس 20 في 20. طب ضربت كريمة، قسمت نص الكريمة نصين علشان احط عليهم معلقة من الجناش. طبعا الجناش احسن جدا من الكاكاو في الكريمة، وكمان بيوفر معايا الكاكاو، لان الكاكاو انتوا عارفين غالي جدا الايام دي، وكمان الماليزي كده بيمرر في الكيك في الكريمة. في الاحسن يعني تزودي معلقة جناش، وكمان الجناش هيطعم لك وهيوفر معاكي الكاكاو جدا. يعني هيطعم لك الكريمة وهيديها يعني طعم حلو، وهيوفر معاكي في الكاكاو. فالاحسن وانتي بتشتغلي في الكريمه اللي الشوكولاته تزودي معلقه او معلقتين من الجناش. هفرد كده الكريمه واغطي الجزء الابيض بالكريمه الفانيليا، والناحيه التانية هغطيها باللي عليها جناش او بالكاكاو ايا كان اللي انت بتستخدميه. وهبتدي بقى اجلس التورتايه كده، وطبعا بدخلها التلاجة بعد ما بخلصها. والتورتاية التانية هتطلع معايا مقاس 20 مدورة تمام. لكن ما اقدرش اطلع من الصاج ده تورتتين مربعين، مش هيظبطوا معايا. ممكن اطلعهم مدورين اتنين تمام، لكن مربعين لا. يبقى ينفع اطلع من الاربع بيضات دول تورتتين، تورته مدوره وتورته مربعه، للناس اللي بتحب تعمل عروض وعايزه توفر معاها في الاسبونشات يعني. تمام. التورتيه كده انا جلستها زي ما انتم شايفين، والتورتتين دول كانوا مطلوبين مني هيتحط عليهم فاكهه. يعني واحده اللي هي المربعه دي كانت محجوزه، لكن المدوره انا كنت مطلعاها فوري. فقلت خلاص انا كده كده عندي الفاكهه، فاعمل تورتيه كمان وابتدي ايه يعني اطلعها فوري. واول ما حجزتها بصراحه انتوا عارفين التورته الفاكهه ما بتقعدش يعني، مجرد ما قلت ان في تورته فوري اتحجزت على طول. ممكن كمان تعملي التورتايه دي والزياده من السبونج اللي فضل اللي هو الحاجات الصغيره دي، تعمليها كبين وتطلعيها مثلا تورتايه وكبين مثلا، يعني ممكن برضو تطلع معاكي كويسه، يبقى عرض مثلا. عايزه تطلعي التورتايه لوحدها يعني، برضو دي كلها افكار ممكن لو انت بتشتغلي لسه جديد وعايزه تبداي كده. ابداي بحاجات صغيره، يعني ما تعمليش كيك كتير او سبونشات كتيره وتهدر معاكي. فالعرض ده حلو قوي لو هتعملي في ناس بتحب التورت المربعه في العروض، وناس بتحب التورت المدوره اللي معاها كبات، فممكن تعملي ده او تعملي ده. برضو جلسوا التورتايه كده زي ما انتم شايفين اهو. وهشيل كده كل الزيادات. العرضين دول خدوا معايا 125 جرام من الكريمة. انا دايما بضرب 125 ب125، يعني ما بزودش عن كده. جبت كده بشر شوكولاتة كان فايض من عندي في شغل قبلها بيوم، وابتديت احطه كده بين الجناب. طب انتي لو انتي عايزة مثلا تعملي اي شكل كده من الناحية دي بمكسرات او باي حاجة ومش عندك، ممكن تجيب السبونشات الغامقة او الفاتحة، السبونش فانيليا او شوكولاتة، وتفتفتيه كده وتسيبيه ينشف شوية، وتبتدي تعمليه من الجنب كده برضو حلو جدا، وبرضو نفس طعم الكيك يعني ما فيهوش مشكلة. اهو انا ابتديت اجيب كده الجناش وابتديت اعمل دريبات، وقفلت الناحية دي كده بالفانيليا والناحية التانية بالشوكولاتة اهو. التورتاية دي اصلا الشكل ده كنت عاملة تورتاية يعني مقاس كبير، وحد طلب مني نفس التورتاية بس مقاس صغير، مقاس 20. فعملتها بنفس الشكل كده، يا دوب كانت شايلة الحروف بالعافية يعني، لان هي مقاس 20 في 20. والتانية دي انا يعني ما كانش حد لسه حاجزها، فانا قلت اعملها بالفاكهة اللي هتفضل، لان اكيد هيفضل معايا فاكهة يعني. اكيد وانا بشتغل اكيد التورتيه كانت صغيره، فاكيد مش هتاخد كل الفاكهه اللي انا جايباها، مع اني كنت جايبه من كل حاجه حاجه يعني تفاحيه وكنت حاطه فراوله وكيوي تقريبا. فقلت اللي هيفيد ده استغله في التورتيه التانية واطلعها عرض. قفلت التورتيه من تحت كده بالكريمه، واهو زي ما انتم شايفين يعني هو الفيديو شرح نفسه. هبتدي ارص الفاكهه، قطعت الفراوله شرايح
وهبتدي ارصها كده زي ما انتم شايفين في الجزء اللي فاضل. وهعمل برضو التفاح، هقطعه كده بالشكل مروحة تقريبا، وابتدي بس يعني احاول يعني اغطي الجزء ده كله. اهم حاجة واحنا بنشتغل بالتفاح ان نعمله على طول بجيلو تلميع، عشان التفاح بيأكسد من الجو على طول تلاقيه غمق معاكي. فانت مجرد ما بتقطعيه كده تبتدي تحطي على طول عليه الجيلو. حطيت في النص فراولاية هنا، والناحية التانية حطيت التفاحية. بحاول بقى اغطي اي مكان فيه مكان باين مثلا فيه كريمة، بغطيه برضو بالفاكهة. طبعا انا قبل ما وانا بقطع التفاح اصلا قبل ما احطه على التورته ببقى حاطه له الجيلو بتاعه، وبرجع بعد كده لمعه تاني مع الفاكهه كلها، يعني مش بركنه كده. يعني انا بقطعه كده وهو لسه قبل ما يترص على الفاكهه بكون حاطه له جيلو تلميع عشان بيأكسد بسرعه. برضو الفاكهه اللي فضلت زي ما قلت لكم حاولت ارصها على التورتايه التانية اللي هتطلع فوري، وحطيت برضو فراوله شرايح. سامحوني بس ان انا عندي برضو والله الصوت بيبقى واطي شويه غصب عني. وهبتدي برضو ايه اقطع برضو التفاح واحط له الجيلو على طول، وابتدي احطه زي ما انتم شايفين كده اهو. بصوا، ساعات هتلاقوا ايديا بصوا من الجيلو فيها لمعه كده بسيطه، فعشان تعرفوا ان انا كده كده ملمعاه. وبرجع لمعه تاني اهو، يعني مش بستنى كمان، بلمعه تاني مع الفاكهه. برضو هنا كده هبتدي المع الفاكهه كلها بالجيلو، الجيلو الشفاف. انا بشتغل بالجيلو اللي هو على البارد، مش بشتغل على السخن لان بحتاجه برضو في الجاتوهات. دي كده التورتيه الاولى. هبتدي بقى ايه اشوف الحروف اللي هتتحط عليها. حطيت كام واحده كونو كده عشان تبقى نفس شكل التورته اللي هي طلباها، لان التورته التانية كانت نفس الشكل كده، كان عليها برضو كونو في الجزء ده. حطيت اسم صاحب التورتايه وابتديت اوزع كده قلوب بالشوكولاته. وبرضو كنت عامله اشكال بالشوكولاته كده، هبتدي احط برضو على التورتايه اللي هتطلع فوري. يعني احنا كده كده عملنا التورتايه المحجوزه والتورتايه التانية بالحاجات اللي هتفيض منك وانت شغالة كده. طلعي تورتاية كمان عشان ايه الموضوع يجازي معاكي كده، وتلم خاماتك وتلم حاجتك تبقى الدنيا تمام. التورتاية اللي هي المربعة طلعتها على 250، والمدورة طلعتها على 200 جنيه. حطيتهم في علب 25 في 25 اهو. بس كده يعني ايه على الكونو ابتديت اوزع كده شوية من الجناش. دي كانت التورتاية اللي هي الفوري واتحجزت على طول. ودي التورتاية التانية. يا رب الفيديو كان عجبكم واستفدتوا منه، متنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة وتعليقاتكم الجميلة اللي دايما بتفرحني، وشكرا لكم.